اعطاء الحريه لعلي معلول انه يكمل في وجود النهارده يعني محمود متولي. الورقه الرابحه اللي بيلعب بيها النادي الاهلي امامنا هو مكان جسامه حكم اللقاء، حكم مباراه اليوم. ادار 9 مباريات للاهلي. الاهلي فاز على سان داونز بهدف كان في العام الماضي، على الحريه في 2018 4-0 على اورلاندو بايرتس، 2013 كانت 2-0 على اليوباردز 2-1، وكان الاهلي تعادل مع امام الوداد 2011 3-3 مع زناكو، 2017 تعادل سلبي وخسر امام الوداد في 2017 طبعا في النهائي كان 1-0، ومع المغرب التطواني خسر 1-0 2015، ومع الملعب طبعا في مباراه كانت 1-0 في 2012. هنا امامنا فاول للاهلي، بكاري جسمة، كرة ثابتة، علي معلول، عرضية أحمد فتحي الأجاي كانت خطيرة، وقبلها التسديدة بتاعت باتشي، وادي أمامنا النيران الصديقة، جول جول جول! علي 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 يا علي علي يا علي يا عترة يا فلاني، وأباتشي أمامنا هنا في اللقطة الماضية، وهدف أهلاوي أول في الدقيقة 21. الأهلي قدها وقدود، الأهلي ما عندوش حدود، الأهلي بيسجل هدف التقدم هنا، كرة علي معلول والنيران الصديقة من ريكاردو نيسيمنتو، والمشاركة من جانب بادجي عشان يسجل الأهلي وجمهور الأهلي وفرحة الأهلي في اللقطة دي. أدي علي معلول، وادي أمامنا هنا التسديدة اللي اتعملت أمامنا من جانب اللاعب مابوي المدافع، هو اللي سجل، وأوريانجو يبحث عن الكرة، وهدف من النيران الصديقة. علي معلول اللي صنع الكثير من الأهداف للأهلي هذه المرة يربك الحسابات ويضعها لأجاييه في الدقيقة 18، ثم سجل لغة الأهلي. استلام حلو قوي يا ولد أمامنا علي معلول، علي أمامنا هاني، أيمن أشرف، وليد سليمان، مروان محسن، وكان طبعا مع البعثة مصطفى شوبير يسجل في هذه اللحظات كرات العالية. خلي بالك يا راجل، خلي بالك، وهدف التعادل يجيبه امامنا جاستن سيريانو. بص الكوره اللي في ظهر المدافعين من قبل زواني ويشيل الشناوي، ولكن هدف التعادل بيجيبه جاستن طبعا سيرينو اللاعب الاورجواياني، يسجل جيرالدو. خلاص الاهلي اتحرر من الضغوط، الاهلي ممكن يسجل الثاني.